يقدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك. يفتح يا رزاق يا مسهل الأرزاق، افتح يا ربي على الشباب وحل عليهم جميع الأبواب بالرزق والبركة، دور النعورة والحركة، وكل واحد يأسس مقاولته ويدير العز لصنعته. إيوا يا ربي سهل على كل شاب وشابة مغربية يديروا مقاولتهم ويحققوا الاستقلالية المالية. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. المقدمة راها سالات وحلقتنا ها هي بدات. اليوم غادي نتكلموا على شركة محدودة المسؤولية اللي كيسميوها المقاولين SARL. اليوم غنشرحوها كل التفاصيل. هاد نوع الشركة باش نكونوا على بال راه ما محدودش في راس المال، يعني يمكن لك تصرح حتى ل 10 المليون نقدية بلا ما تحتاج الشهادة البنكية، ولكن إلا تعديتوا هذا المبلغ المعفي من الشهادة كتوليو مجبرين يا سادة باش تحصلوا على الشهادة البنكية من أجل الإفادة. هاد النوع ديال الشركة يمكن يأسوه 2 حتى 50 شريك، ومن بعد الفلوس اللي خرجت من المقاولة كتأدى بالشيك. كذلك الاسم ديالها فيه حروف SARL، يعني على سبيل المثال إلا كانت الشركة ديالكم سميتها خدمات الجنوب غادي يولي الاسم القانوني ديالها خدمات الجنوب SARL. غادي تحتاجوا مجموعة ديال الأوراق اللي غادي نطرقوا لها في الحلقات الجاية يا رفاق. الحلقة الجاية غادي نتكلموا على شهادات السلبية وكيفاش نحصل عليها بطريقة قانونية. قبل ما نختموا غادي ندوزو للخلاصة. الشركة المحدودة المسؤولية سهلة ومبسطة في المساطير الإدارية، والمشرع المغربي زاد شجعني وسهلها عليا ملي ولا راس المال غير محدود في جميع الأحوال. ولهذا كنقول لكم نوضوا أسسوا المقاولة وكونوا على بال. وما تنساوش المسابقة باش تعرفوا على 5 الفائزين دروك. دخلوا دابا لصفحتنا بالفيسبوك بلا ما تقلب ولا تدور، راه سميتها بودور. جاوبوا على سؤال الحلقة اليومية وغادي تربحوا 5 الجوائز هدية. وملي تجاوب في كومونتير غادي تحتاج دير جيم وبارطاج. ومن هنا الحلقة الجاية يا سادة، الله يلاقينا في ساعة الخير مع شادة. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. قدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك.